قبل. شنو هاي؟ تحفية يمكن قارورة. هاي شنو الجمال. شوية بعد يغاديها. شوية بعد. قبل. بسم الله وعلى بركة الله نبلش وياكم روتيننا، وهذا الروتين مليان حماس ونشاط وحركة وكل شيء وكلاشي. البارحة بالليل بعد ما صلينا صلاة المغرب والعشاء وتعشينا طلعنا لأحد الأسواق. كل شهر إلنا طلعة رئيسية نسوق بها الحوايج الضرورية للبيت، بحيث الحاجة اللي نشتريها تكفينا أسبوعين 3 أو أحيانا شهر. والمشكلة هاي الأسواق من واحد يدخل لها وهو عود على أساس جاي على حاجتين 3 4 5 6 10، مستحيل يطلع بيهم، بس لازم يشتري أشياء أخرى لا بالبال ولا بالخاطر. هي الأشياء تصيح لك تقول لك تعال اشتري. هي أنا أحبها. هذا شنو الجبن هذا؟ جبن قصات مكتوب مارتيلا، هذا مورتديلا. وطبعا هاي الأسواق احنا أول مرة ندخل لها، اسمها وفر على طريق نادر. يعني تقريبا هذا نص كيلو. شنو هذا؟ بديل العسل. يعني هو شيرة. بنات سامعين ببديل العسل؟ شو المقصود ببديل العسل؟ خلاص عندي للبيت مسحوق الكاكاو. نفس السعر. من شفت هذا بديل العسل بحثت عنه بجوجل. اعتقد دبس العنب. 10 مو؟ 10 هاي بهارات المختار. واليوم قلت ما بيها كل مجال، لازم اشتري التمن العنبر، خصوصا هسه احنا ان شاء الله على ابواب رمضان، ولازم شويه نهيئ همات تفريزات رمضان. طبعا اهيئ تفريزات رمضان ان شاء الله بشهر شعبان. فاشتريت تقريبا 5 كيلوات يفيدنا همات للدولمة وهمات الكبة التمن، وربما أطبخ وجبة وجبتين منه. وهاي الملوخية أنا مشتريتها بس مرة، مسويتها على الطريقة المصرية، كانت طيبة، واليوم قلت خل أجرب مرة ثانية وأشتريها. وهذا الحليب اللي قلت لكم عليه بنات أنا دائما أشتري وأصور لكم إياه، لأن هواي بنات يسألوني عن اسمه، أنا دا أصوره وأشوف لكم إياه. وهذا زيت الخابليات من اشتريناه أنا لبالي سعره 1500 2000. تاليتها من وصلنا للبيت وباوعت للقائمة مالت الأسعار طلع سعره ب9000 دينار. وأنا أعتبر السعر هواي، لأنه ما متعودة أشتري بهذا السعر. يعني دائما الخاوليات اللي أشتريها مالت المطبخ سعرها ما يتجاوز 2000 دينار. الناسكات عندي حلوات. شنو هالنزاكة هاي؟ ماكو قوالب كيك؟ هاي شنو الجمال. حلوات. طبعا صار لي فترة أدور على قالب كيك شكله ترند وجديد، ولحد الآن ما لقيت. أنا بنات من أسست قناة الثانية منوعات ومطبخ وملاك، أسست بصراحة الشغلات المطبخ، وخصوصا قوالب الكيك المعجنات، هواي عدي من عدها صغار كبار، بس هم بعد عدي واهس أشتري.
قهوة باقي لهم. هذا صنوة صفيح، واليوم هم اشتريتها. نشوف شلون تنطبخ، هم طيبة الملوخية. هذا بنات التشيبس طعمه كلش كلش طيب، بنكهة الذرة الحلوة، بحلاوة مو بس ملوحة. وهاي السوالف والحبشكلات تشيبس غيره احنا نجيب لهم اياه للاولاد، لحد الان هم يحبون هاي السوالف، واحنا هم على واهسهم ناكل. ومن روتين البارحة بس صورت لكم طلعتنا للسوق، لأنه لو أصور لكم روتين اليوم كله أكيد راح يصير الفيديو طويل عليكم وربما ممل. بس يحبون التشريب مالته بس. هذا الكسر شوفوا. وهسه تعالوا وياي بنات الروتين اليوم، وبديته وياكم بالغداء. غدانا اليوم مثل ما تشوفون، كسر على لحم غنم قليل، ما أخلي هواي لحم غنم، مقدار تقريبا ربع كيلو بهالحدود. وهذا الكسر بنات شفتوه كبير، احنا نسميه ابو المفصل، يصير العصب مالته كلش هواي، ومن يستوي طعمه ما ينشبع منه. انا اعتبره بديل رجلين العجل. اولادي ما يحبون نهائيا الباكه ولا رجلين العجل، بس الكسر ما اقول يحبوه، بس التشريب مالته يحبوه، من اثرد لهم بيه ياكلوه وكلش يرغبوا له. اما بالنسبه للعصب لا، هذا اختصاصي انا اللي اكله، وابو علاوي اذا اكل لقمه لقمتين منه زين، بس هم مثل الأولاد هم يحب الثريد مالته. وشفتوني بنات بالبداية ثرمت راس بصل وحمسته، وبعدين ضفت اللحم وخليت فوقه الكركم، وبعدين خليت الكسر كبير مو مال واحد يحركه بالقدر، بس خليته ذبيت فوقه المي، ترست القدر حتى يستوي على كيفه، وما خليته على طباخ المطبخ لأن يحتاج وقت كلش طويل للطبخ، أقل شي 3 ساعات 2.5 ساعات، يمكن بقى والله 4 ساعات على النار. خليته بالطارمة على طباخ الضغط العالي، عفته بالبداية على نار عالية إلى أن بدأ يغلي، بعدها وطيت النار وعفته على نار هادئة يستوي، وقبل ما أطفي النار تقريبا بربع ساعة خليت له نومية بصرة وحدة، شكشكتها بالسكينة وخليتها. هري بمعنى الكلمة. هذا يخبل، صاير يخبل، شوف شلون صار. تدرون بنات، من أشوف أولادي ما يحبون هاي الأكلات أنا من يم أضوج. أتمنى بصراحة يأكلون الباكة، يأكلون الرجلين، لأنه قيمتها الغذائية كلش عالية، وهم يعني شهيتهم إلها ما أقول ضعيفة، معدومة أصلاً. هذا التشريب طبخته قبل يوم، من برد ضميته بالمجمدة، لأنه الدهن مالته كلش هواي ومو مال واحد بصراحة يبقيه كله بالقدر، فمن ضميته بالمجمدة ثاني يوم قلت قبل ما نحميه نطلع كمية من الدهن اللي موجودة على سطحه وأكيد راح تجمد. ثاني يوم من اجيت من الدوام على أساس أنا أحمي القدر، لقيت بالتحامية القدير والدهن اللي موجود على السطح مايع، وما قدرت أطلع الدهن الزايد. وأبو علاوي شي يحب بهذا الكسر، يحب النخاع أو المخ اللي موجود داخل العظم، من نثرد ونكمل ونريد ناكل يدق العظم بإيده حتى يوقع هذا النخاع، هو كل شي يحبه ويا الثريد. هاي الأكلات صحيح هي طيبة مغذية مفيدة، لكنه الإكثار منها مو زين، وحتى للشباب الإكثار من هاي الأكلات هم مو زين، لأنه تراكمات الدهون ما تعد بخير، يعني نهايتها الله يجفينا الشر، سكر، ضغط، غيرها. هذا الكسر يلوحنا منه بالسنة يعني 4 مرات 3 مرات مو أكثر. وأنا عود أريد أصور لكم الأكل، صوت الأكل، بس أولادي ما يخلوني، لأنه قريحتهم للسوالف خصوصا المهمة كلها تجي بوقت الأكل. وبعد ما كملنا غدا قلت ما أقعد، إذا أقعد راح أنام، والأكل هذا كلش دسم لازم شوية يتصرف، فقررت أسوي لهم بقلاوة، عندنا كل حبشكلاتها، بس الجوز كان عندنا ما مفلس، كسرته وطلعت اللب مالته وطحنته بهاي الطحانة. هاي بنات هم طحانة وهم عجانة، على عكس هاي الطحانة الطويلة أنا طلعت لكم إياها بس على مود تشوفوها. هاي تنجح صحيح بطحن البهارات باعتبارها جافة، أما طحن المكسرات لا والله ما تنجح وتخليها على شكل عجين، بينما هاي الطحانة الثانية واللي هي تعتبر عجانة بنفس الوقت لا والله من تطحن المكسرات تحافظ على قوامها تبقى منثورة.
وطريقة عمل البقلاوة بعجينة البقلاوة الجاهزة طبعا ناجحة 100%، بس شوية تحتاج الشغل يكون مرتب. بالبداية لازم نحضر الشيرة، كوبين سكر نخلي فوقاهم كوب مي نتركهم على النار، نعصر فوقاهم عصير ليمونة وشوية هيل، وأخلط المزيج بشكل جيد لحد ما يذوب السكر. أتركه على نار معتدلة أو متوسطة لمدة 5 دقائق مو أكثر، بعدها أطفي النار. أنا هنا بنات من أسوي البقلاوة أو أي حلا ثانية تحتاج شيرة ما أخلي الشيرة ثخينة، أخليها خفيفة يعني وسطانية، مو كلش لا خفيفة ولا ثخينة. هاي العجينة من أطلعها أغطيها بخاولي نظيف، ما أخليها مكشوفة لأنه بسرعة يبس. وبالنسبة لثخن البقلاوة انتم بكيفكم، تردوها خفيفة تردوها شوية ثخينة، وكل ما تكون ثخينة طبعا شكلها يكون حلو وحتى طعمها هم يبقى طيب. هيئت هذا القالب المتوسط الحجم، خليت بالبداية طبقة من عجينة البقلاوة، وطبعا المفروض أدهن القالب، أنا ما دهنته بس ما أثر عليها بشكل سلبي، عادي نجحت. وفوق طبقة العجين طبقة من الجوز المبروش أو المطحون، بعدها خليت أيضا طبقة من عجينة البقلاوة وهم فوقاها من مطحون أو مبروش الجوز. آخر طبقة خليت عجينة البقلاوة وقطعتها على شكل مربعات. وطبعا لو ما عندي دهن حر بصراحة ما سوي هاي البقلاوة، عندي دهن حر طلعت ملعقتين كبار ممتلئات من دهن الحر الجامد، سيحته وخليته فوقها، وزعته على سطح البقلاوة، دخلتها بالفرن، عفتها على نار هادئة المدة هنا حسب درجة حرارة الفرن، فتحت العين الفوقانية والجوانية بنفس الوقت. وبعد ما قسب وجهها طلعتها ووزعت عليها الشيرة مباشرة وهي حارة، ما خليت كل الشيرة، خليت تقريبا أقل من نصها. وعندي زادت عجينة وحشوة مال جوز، قمت ألعب على كيفي، سويت بعض الأشكال بس بصراحة تخربطت ما ترتبت، خليتهن بصينية ثانية سميتهن المعوقات. وبصراحة صحيح ذن مرتبات وذنيك معوقات، بس والله كلهن طيبات، وسهمكم العافية حبايب. وأني هاي أول مرة أسوي البقلاوة، نجحت بيدي من أول مرة، وأكيد الفضل يرجع للجوز، للفستق، الدهن الحار والشيرة القليلة، صار طعمها ما ينشبع منه. وأنا مخلية هيل للشيرة ومخلية للجوز، خوب نكهة الهيل والدهن الحار ترست المطبخ. وما أبالغ إذا قلت لكم طعمها أطيب بهواي من البقلاوة اللي نشتريها من السوق حتى لو كانت بالدهن الحر. وهاي البقلاوة أنا راح أسجلها عند رمضان إن شاء الله، راح أسوي لهم إياه برمضان، وأنتم هم بنات سجلوها لا تنسوها. أنا بدي نقسم شوي. قبل ليش طيب هشة قرمشة دهن الحر طعمها دهن الحر هم مبين بيها. وبالنسبة للعشاء اليوم أنا ما سويته بنتي، سويت مخلمة بوتيتا، عشاء مختصر مفيد. وبعد ما كملنا عشاء سويت بعض التعزيلات والتنظيفات بالمطبخ. وخلوني أستغل بنات الوقت المتبقي وأحكي وياكم بموضوع إحدى الأخوات المتابعات. أختنا تقول أنا أرملة، زوجي توفى صار تقريبا أكثر من 28 سنة، عندي من عدة بس ابن واحد، وأنا موظفة درجتي عالية بعمل الوظيفي. تقول بنات بعد وفاة زوجي تقدموا لي كوما ناس، وكلهم رفضتهم على مود ابني، وابني بنفس الوقت ما كان يشجعني على الزواج، بالعكس يفرح لما أرفض اللي يتقدموا لي. وتقولوا مشت السنين إلى أن اتزوج ابني، بعد زواج ابني بسنتين تخبلت علي زوجته، مع العلم تقول أنا بعدني بشبابي وبحالي وبعافيتي، وما زلت معطاء، ما زلت موظفة أشتغل وأعمل وما محتاجتهم بشي. وتقول بنات عنجلت على ابني لو أني لو أمك بالبيت، إلى أن آخر شي اضطر ابني أجر لي بيت قريب عليهم، وقعدت بهذا البيت وحدي، وهو يجيني يسير علي كل يومين كل 3، يقعد يمي ساعة ساعتين ويروح.
أما البيت تقول أبات وحدي، وأحيانا أشعر بالوحشة كوني أبات وحدي. وتقول حتى طلبت من عندهم يبيتون واحد من أولادي يمي بالليل حتى يسد الوحشة، تقول هي ما تقبل على أساس تخاف عليهم، تريدهم قريبين عليها. وهسه أني كاتن الندم لأن ضحيت بسعادتي وبحياتي على مود ابني، وتاليتها ابني ضحى بي الخاطر مرته. وتقول هسه أني كلش متندمة لأن رفضت عروض الزواج وضحيت بحياتي وبسعادتي على مود ابني، وتاليتها ابني جازاني بهاي النتيجة. مع العلم أني هسه بعدني بحيلي وبعافيتي وبصحتي، زين لو أتمرض أو يصير بي شي شلون راح يصير؟ والله بنات من يسمع واحد هاي القصص تسود الدنيا بعينه ويقول الساتر الله من الجاي. والمشكلة عود إحنا بلد إسلامي، طفلنا أول ما يروح للمدرسة يعلمون بر الوالدين. وبالمناسبة بنات أكثر الأمهات في مجتمعنا شبيهة لهاي الأم إلى مو مثلها، ذيك من ذيك اللي تضحى بأولادها وبعائلتها وتفكر بس بروحها، ذيك من ذيك. ومشكلة أختنا تعتبر هينة بالنسبة لمشاكل الأمهات الأرامل الأخريات. ربما أختنا نقول عليها متعينة، عندها باب رزق، تعيش نفسها بنفسها، بس شو نقول على بعض الأمهات اللي أيضا يضحن بحياتهن وبمشاعرهن الخاطر أولادهن، والنتيجة أولادهم يذبوهم بالشارع. وصايرة طبعا مجتمعنا وخصوصا في محافظة بغداد. وأني بنات داخلة دور المسنين قبل تقريبا 4-5 سنوات، شفت بيها نساء مو كبار بالعمر بعدهن بشبابهن، وبنات مدينة وبنات عوائل، ولكن تشوفينها مكسورة مهضومة. ولما نسأليها عن السبب تجاوبك تقولك أولادي وبناتي ما يردوني، أولادي بسبب نسوانهم وبناتي بسبب أزواجهم. بس هذا أبد مو عذر. بالمناسبة أكو مفهوم هسه بدأ ينتشر بين الناس بدينا نسمعه، واللي هو مفهوم حب نفسك. وطبعا هذا المفهوم أنا بالبداية بصراحة ما مقتنعة به، بس من أسمع هاي القصص بديت شوية شوية أقتنع به. صحيح إحنا نحب الآخرين، نحب أولادنا، بس المفروض ما ننسى نفسنا. أنت تقولين أنا هواية تقدموا لي، وربما واحد من ذول اللي تقدموا لك بيفد مواصفات إيجابية تجعلك ربما سعيدة بحياتك وتملي هذا الفراغ اللي أنت هسه تشعرين به، وبنفس الوقت أنت ما مرتكبة جريمة. الزواج هو حق من حقوقك اللي كفله الشرع والقانون. وبالمناسبة بنات هذا الموضوع مو جديد، تعاني من عدة ما أقول مئات آلاف النساء الأرامل بالعراق. لذلك أنا بنات بكل المواضيع اللي تتعلق بالمرأة نصيحتي لكل امرأة أقول لها لا تعتمدين على الرجل بالمادة، يعني لا تعتبرينه هو مصدر رزقك، وإنما اعتمدي على نفسك، أسسي مستقبلك المادي بنفسك. وأتمنى من كل أم تربي بيتها على هذا الشيء. ماذا للمرأة وخلاها بهذا الحال سوى المادة؟ المادة بنات هي عصب الحياة. الرجال بيمن هسه مسيطر على المرأة، مو بس بقوته الجسدية وإنما بالمادة. تعلمت المرأة إنه الرجال هو اللي يصرف عليها، وتكون دائما هي تحت رحمة الرجل. وكانت هاي النتيجة. الحياة ترى تغيرت. قبل كانت الناس على طيبتها، على بساطتها، صلة الرحم كانت قوية. هسه المجتمع تغير، المجتمع صار مادي. المرأة اللي ما تمتلك زمام أمورها من الناحية المادية تضيع هسه بهذا الوقت. مو بس المرأة، هو الرجال هسه يضيع بهذا الوقت، فكيف بالمرأة؟ ويبقى الرأي الأول والأخير للمتابعين، لأن هم الأكثرية وأنا وياك الأقلية. لذلك أترك الساحة لكم حبايب قلبي، شاركون برأيكم ونصيحتكم لأختنا من خلال التعليقات. راح أروح وياكم بنات الآخر فقرة بهذا الفيديو، واللي هي فقرة التعلولة. اليوم تعلولتنا ويا الشوندر. طبعا الشوندر إحنا نادرا ما نجيبه للبيت، مع العلم أنا أحبه، بس المشكلة من أطبخه لا أولادي ولا بناتي ولا حتى أبو علاوي ياكل منه. اليوم بنتي عيني قارية على الشوندر وفوائده. صدق وصت أبوها جاب لنا كيلو، سلكت لهم إياه وسويت لهم إياه بهاي الطريقة حتى بلكت يصير لهم واهس وياكلوا. وأنا دا أقطع الشوندر تذكرت أول مرة أكلت الشوندر بهاي الطريقة بالرابع ابتدائي. قررت معلمة الفنية تسوي لنا سلطة الشوندر، وكلفت الطلاب مو كلهم، بعض الطلاب يجيبون الحبشكلات مالت السلطة، واللي هو الشوندر المطبوخ والخس والرمان والنارنج، كله قطعته بالصف وبصينية كلش كبيرة. وإحنا الطلاب كل واحد محضر خاشوقته من البيت، وقعدنا ناكل بوقتها. كان طعمها كلش طيب. وسبحان الله الشوندر من ناكلة واحدة
شوية تكون بيه فهاوة، بس لما نخليه لعصير نارج حب رمان يصير طعمه ما ينشبع منه، كلش طيب وحتى حلاته تبرز.